احنا بنتعرض دايما لاحتكاكات كتير مع العملاء. ففي نقطة مهمة جدا أثناء البيع وانت شغال مع العميل أو أيا كان العميل ده عايز أي خدمة أو سلعة منك، إنك انت تراقب تصرفاته وكلامه معاك كويس جدا. يعني أنا تعرضت لموقف في الشغل عندي إن دخل لي عميل، أنا عملت معاه غلطة وقررتها وهو نبهني بيها. هو اللي نبهني بيها. ده ممتاز جدا 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 ان العميل يكون بيستجيب معاك ويقول لك انا بحب ايه وما بحبش ايه. دي حته هتفرق كتير جدا معاك. ايه الموقف اللي حصل؟ ان انا كان عاوز ياخد مني علبه دواء معينه، فانا بقول له هي ديت الشكل ده من بعيد، بوري له الشكل من بعيد. فهو قال لي معلش يا دكتور انا نظري ضعيف شويه. تمام. انا بعدها تمام رحت جاي له وخد الحاجه وشافها، اتأكد من الاسم كويس. فالمهم قال لي لا ده مش هي. فرحت علشان اجيب له علبة تانية بعديها بشوية، برضه جيت له ورحت مقرب منه شوية، بس وريت له العلبة من بعيد شوية. قلت له حضرتك شايفها؟ كان موقف محرج جدا جدا جدا. قال لي يا دكتور معلش بقى، ما انا قلت لك ان انا نظري ضعيف وعلى قده يعني، معلش كده. فحسيت باحراج شديد جدا جدا جدا، بس اتعلمت من النقطه دي كويس قوي قوي قوي، ان انا لازم اتابع العميل بتاعي كويس جدا جدا جدا، واشوف ايه الحاجه اللي بتضايقه ما كررهاش تاني. حلو ان العميل يستجيب معاك، حلو ان العميل يقول لك انا بحب كذا ما بحبش كذا. ده مهم جدا جدا جدا، انك انت مع الوقت لو لعبت على الحاجات الاساسيه اللي هو ما بيحبهاش وتجنبتها تماما اثناء الحديث معاه والكلام معاه، انت كسبته. عرفت ان العميل ده بيهتم بحاجات معينه وتقدر توفرها له على قد ما يقدر، انت كسبت ولاء العميل ليك. فحاجة مهمة جدا أنا استفدت بيها، فحابب إن أنا أقولها لكم، وحاول تطبقها في شغلك أيا كان الشغل بتاعك إيه. أيا كان الشغل بتاعك إيه، راقب تصرفات العميل كويس جدا، وشوف هو بيهتم بإيه واهتم بيه، وابعد عن الحاجة اللي بتضايقه والحاجة اللي ممكن تسبب له إحراج نفسي. وأشوفكم على خير. السلام عليكم.